ازيكم يا حلوين واهلا بيكم في قناتي. النهارده هنعمل ريفيو عن منتج لا روش بوزيه ونشوف هل يستاهل الضجه دي ولا على الفاضي. فيلا بينا نبتدي الفيديو. اول حاجه هتكلم عليها النهارده من ناحيه الغسول بتاعت لا روش بوزيه هو شكل العلبه، وده شكلها. هسيب لكم شكلها شويه عشان لو حابين تاخدوه سكرين شوت. ودي ال 200 مللي، ال 200 مللي كانت عامله في رينج 250 جنيه، وبرده عاملين منها 400 مللي سعرها تقريبا 400 جنيه. وبصراحه حجم العلبه حلوه جدا. انا بصراحه دي تاني علبه اجيبها بعد 3 أو 4 شهور استخدام، يعني قعدت وقت حلو. وطبعا معروف ان غسول لا روش بوزيه معروف ان هو للبشره الدهنيه. انا بصراحه بشرتي مختلطه، بس هو حلو جدا، بس مش زي ما سمعت ان هو بيخفف الحبوب او بيطلع حبوب والكلام ده كله. هو على فكره يا جماعه مش بيطلع حبوب والكلام ده كله، ولو انتوا عندكم حبوب هو بيقللها، يعني بيساعد على نظافه البشره فعلا، بينضفها تنظيف عميق جدا لدرجه ان هو بيخلي الحبوب تجف لغايه لما تختفي خالص. وكمان سمعت اشاعات ان هو بيجفف البشره. الكلام ده مش صحيح اطلاقا، بالعكس انا بلاقي بشرتي مترطبه بعد ما بستخدم الغسول بتاع لا روش بوزيه. فمن ناحيه هو غسول بينظف بعمق جدا لابعد الحدود، وانصحكم ان انتوا تستخدموه مره الصبح ومره بالليل، وكمان بيقلل فعلا ظهور الحبوب. الغسول عباره عن سائل شفاف لما بنحطه على ايدينا وبعد كده نحطه على بشرتنا بيبتدي يعمل زي رغاوي، وبنغسل بشرتنا بعد كده، فهو خفيف جدا للبشره، وطبعا بيساعد على تقليل الدهون، فبالتالي مش هتظهر لنا الحبوب. وكمان في ميزه حلوه قوي، هو ان انا لو حاطه ميك اب ومكسله بقى اجيب الريموفر بتاع الميك اب واشيله والكلام ده كله، بستخدم الغسول وبصراحه بيشيل كل حاجه وبينظف بشرتي فعلا بعمق. فلو انتوا بتكسلوا احيانا زيي استخدموه. وعلى فكره ده مش اعلان خالص، دي تجربتي فعلا الحقيقيه مع غسول لا روش. بقول لكم رايي بكل صراحه فيه وبالمزايا كلها بصراحه، ولغايه دلوقتي ما شفتش ولا عيب حرفيا. وانصحكم ان انتوا لما تجيبوا غسول لبشرتكم تجيبوا غسول احسن غالي فعلا يقعد معاكم وقت كبير، بدل ما تقعدوا تجيبوا غسول مثلا ب 50 جنيه وتستخدموه وما يعجبكوش فترموه، وتجيبوا غسول تاني سعره مثلا 60 70 جنيه وتستخدموه وما يعجبكوش فترموه. فهاتوا الغسول ده مضمون، وفعلا الريفيو اللي بيحصل عليه يستاهل، والضجه اللي عليه فعلا تستاهل. بس كده، ده كان فيديو النهارده. اتمنى يكون الفيديو عجبكم. لو انتوا جربتوا غسول لا روش اكتبوا لي تحت في الكومنتس، ولو انتوا ما جربتوش وجربتوا انواع تانية اكتبوا لي برده تحت، وما تنسوش تشتركوا في القناه عشان تشوفوني الفيديو اللي جاي. باي باي.